افضل 10 افلام مصرية في اخر 10 سنين. رقم 10 فيلم الكنز. السبب الرئيسي هي شخصية بشر باشا، الباقي عادي بصراحة. رقم 9 اجدد فيلم في القائمة كلها وهو السادة الافاضل. رقم 8 فيلم وش في وش. لما بكون عايز اتفرج على حاجة ممتعة وانا باكل بفتح وش في وش، الفيلم ده ممكن اكون شفته 90 مرة مثلا. رقم 7 فيلم كوميدي عظيم وهو قلب امه، عشان تعرفوا بس مقدر الافلام الكوميدية ازاي. رقم 6 فيلم هيبتا. الفيلم ده حلاوته في انه سهل جدا يبوظ ومع ذلك اتعمل باكتر طريقة مظبوطة في الدنيا. رقم 5 فيلم شيخ جاكسون. تتفق تختلف، انا شيخ جاكسون بالنسبه لي فيلم عظيم. رقم 4 فيلم الاصليين. الاصليين بالنسبه لي فيلم اجنبي، ده مش فيلم مصري، بطريقه اخراجه بالهويه البصريه بتاعته، كل حاجه فيه تدل على انه فيلم اجنبي حلو جدا. رقم 3 البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. الفيلم ده انا متاكد انه هيعيش معايا قدام وهفضل فاكره لمده طويله جدا. رقم 2 فيلم اشتباك. نوعيه الافلام اللي معموله بحرفيه واتقان شديد لدرجه ان انت مستحيل تلاقي لها شبيه في حته تانية. رقم 1 ومش بعيد يكون اكتر فيلم مصري بحبه هو تراب الماس. ده برضه بعتبره فيلم اجنبي، كل حاجه اتعملت في الفيلم ده ما شفتش زيها في السينما المصريه قبل كده. شخصياته، ممثلينه، الموسيقى التصويريه، الاخراج، القصه، عبقري يا جدعان. وبس ما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس ايه افضل فيلم مصري في اخر 10 سنين.